ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد ووصفه جديده. النهارده هنعمل السمك السنجاري بطريقه حلوه ولذيذه مع بتنجان مخلل او معمول بخلطه جميل. هنا معايا بقى سمك ماكريل اللي هو المخطط. السمك ده يا جماعه في منه اصلي وفي منه مش اصلي. ده السمك الاصلي، معرفش الراجل بتاع السمك بيقول لي كده. هنا بقى معايا صينيه مدهونه زيت، ومعايا ورق فويل. يعني المفروض احط عليه ورق زبده قبل ما احط السمكيه، بس انا كانش متوفر عندي. فهنا عملت ايه؟ جبت ورقه الفويل الاول، دهنتها زيت، بس هي ما ظهرتش معايا في التصوير، لان لو انا ما دهنتهاش زيت السمكيه تلزق في ورقه الفويل وهتعذبني لما تطلع. فدهنيها الاول زيت عشان ما تلزقش مني. هنا حطيت السمك بتاعي، غسلته ومتنضف زي الفل، وحطيته في الفرن ياخد تشميعه. فتحت عليه الشوايه. هقول لكم ليه. عشان الميه اللي فيه بتنشف وما يبقاش زفر معايا لما احط عليه الخلطه. هنا معايا الكبه، وجبت معايا توم، خدت نص التوم حطيته والنص التاني شيلته عشان نعمل بيه البتنجان بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها. هنا بقى نزلت معايا في الكبه، حطيت توم وحطيت فلفل رومي، فلفل اخضر وفلفل احمر، وقرن فلفل حامي. وهنا معايا الخضره اللي انا هحطها على الخلطه بس مش دلوقتي. هنا حطيت كمون، هنزل بالكمون، وبعد كده هنزل بالملح، وبعد كده هنزل بمعلقه من الكزبره. يبقى حطيت كمون وملح وكزبره ناشفه، ومعايا 3 ليمونات. هنا بقى هنزل بالكزبره الناشفه زي ما انتوا كده شايفين، اهي معلقه من الكزبره الناشفه. وهجيب معايا 3 ليمونات. طبعا انتوا عارفين السمك بيحب الليمون والكمون كتير. وهنا بقى عقبال ما اجهز الخلطه هتكون السمك اتشمع معايا في الفرن زي ما قلت لكم. فتحت عليه الشوايه بحيث ان انا اشمعه شويه ينشف من الميه اللي فيه، وبعد كده هكون جهزت الخلطه اللي هحطها عليه وادخله الفرن تاني. هضرب بقى كل الكلام الجميل ده كده كله مع بعضه اهوت، هضربه في الكبه. هنا معايا بقى كنت مجهزه شبت وبقدونس وكزبره مقطعاهم، ومعايا 3 طماطميات مقطعاهم مكعبات. مش تنسوا بقى تدخلوا عندي على اليوتيوب، قناتي بيت الكرم على اليوتيوب، وعلى الفيسبوك ايمان احمد، مطبخ ايمان احمد. تنسوش بقى تنزلوا بلايك جميل منكم كده، وتروحوا على اليوتيوب وتشتركوا في القناه وتشجعوني كده وتفعلوا الجرس. هنا بقى نزلت بالخلطه كده في بوله، جبت بوله ونزلت بيها. خدت معلقتين من الخلطه ديت للبتنجان، شلتهم على جنب. هنا معايا بقى 3 طماطميات متقطعين مكعبات، ومعايا شبت وبقدونس وكزبره خضراء. هقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه، وهنزل عليه بحبه زيت كمان. هقلبهم بقى كده مع بعض كويس قبل ما انزل بيهم على السمك. هنا السمك معايا كان اتشمع في الفرن زي ما قلت لكم، فتحت عليه الشوايه. الميه اللي فيه نشفت وما بقاش فيه ريحه زفره ولا اي حاجه. حتى لو سالت الراجل بتاع السمك هيقول لك انا بعمله بنفس الطريقه. هنا بقى ايه، هنزل بالخلطه على كل سمكيه، وانا حاطه كل سمكيه في فويل. مش تنسوني بقى بلايك كده وكومنت حلو منكم اهو. خلاص بقى كده جهزت السمك. هدخل الفرن على درجه حراره 180، وهولع عليه من تحت ومن فوق. مش هياخد معاكي ربع ساعه بالكتير قوي هيكون استوى. هنا معايا البتنجان قشرته وجبته، فتحته كده من النص عشان اقليه عشان يستوي. يعني انا مش قسمه نصين، لا، سايباها زي ما هي مقشرها من هنا ومن هنا، ويا دوبك بس فتحتها فتحه صغنطوطه كده من النص. هنا خلاص كنت قليت البتنجان وجهزته معايا اهوت. هبدا بقى ارصه، وبعد كده تعالوا معايا نشوف هنعمل الخلطه بتاعته الجميله. الخلطه ديت حلوه جدا، جربوها تعجبكم. التوم فيها بيبقى مستوي، الطماطم فيها بتبقى مستويه، ما بيبقاش الخلطه بتاعته بتبقى نيه يتعبك او اي حاجه. لا، الطريقه دي حلوه جدا، جربوها في البتنجان هتحبوها. خلاص كده رصيت كل الكميه معايا. هروح بقى على البوتاجاز عشان اشوح الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اهو. بصوا شكله بتنجان اصلا الايام دي حلوه قوي. هنا معايا طاسه على النار،
هنزل بيه في الطاسه بحبه زيت، وهجيب الخلطه اللي انا عملتها للسمك اللي هي الثوم والفلفل والكمون والليمون، هنزل بيهم في الطاسه على الزيت، وهبدا اشوحهم كده 5 دقايق 3 دقايق بالشكل ده كده. هتبدأي بقى تشوحي فيهم، هتكوني مقطعه معاكي 3 طماطميات مكعبات او طماطميتين مكعبات بالشكل اللي انت شايفاه ده كده وهتنزلي بيهم على الخلطه اللي احنا عملناها ديت اللي هي الفلفل والثوم وهتبداي بقى تشوحيهم كده مع بعض لغايه ما تحسي ان هم دبلوا معاكي، وتروحي طافيه عليهم تقلبتين كده، حس ان هم بصي دبلوا، حسيت ان هم دبلوا كده معايا، خلاص طفيت عليهم بقى. اعملوه بالطريقه ديت وهتدعوا لي. هنا هبدا بقى احشي البتنجان معاكم. بصوا الريحه بتاعته حلوه قوي، يعني ريحه الخلطه دي اصلا لوحديها تغمسي منها كده جميله. حشيت البتنجان كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. مش شرط تعملي البتنجان ده مع السمك بس، ممكن تعمليه في اي اكله انت عايزاها، تحطيه على السفره بيبقى حلو جدا. كده خلاص بقى كنت خلصت كميه البتنجان وطلعت السمك. هنا بقى خلاص كده البتنجان خلص اهوت. بصوا بقى شكله عامل ازاي، شكله حلو قوي. وهنا بقى كنت طلعت معايا السمك من الفرن بعد ما استوى، خد وش واستوى من فوق ومن تحت. بصوا شكله كده بعد ما طلع من الفرن. بصوا السمكية معايا مستوية، والخلطة اللي انا حطيتها على الوش مستوية. بصوا لحمه ابيض وعامل ازاي، والسمكية مش لازقة خالص في الورق الفويل اهيت. هتطلعي كل واحدة لوحديها كده منفصلة، والبتنجان جميل برضو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.